ده اسمه عبد المولى، عنده 42 سنة، قاعد في كفر غطاطي في منطقة الهرم، متجوز وعنده 5 بنات. في ليلة دخل على زوجته وطلب منها يعمل علاقة عشان يجيب الولد. رانيا زوجته رفضت الفكرة وقالت له كفاية ال5 بنات اللي عندنا نربيهم، ولا انت عايز تتسجن تاني وانا اللي احمل همهم؟ وعلى فكرة عبد المولى مش محروم، ده راح اتجوز عليها وخلف ولد، وكان بيجيب مراته من وقت للتاني عندهم في البيت. ولما كانت مراته تغضب وتروح عند اهلها تصمم ان هي ترجع تاني وترفض ان هم يطلقوها عشان خاطر بناتها، وتقول ان هو ما يتأمنش على بناته ال5، وخصوصا ان عنده البنت الكبيرة كان فرحها بعد اسبوع. في الليلة دي كان النور قطع، عبد المولى طلع بره البيت وكان عنده موتوسيكل راح مشغله بمزيكا عالية جدا عشان الجيران ما يسمعوش اللي هيحصل جوه. ولما دخل على مراته ما كانش تعرف هو هيعمل فيها ايه، شنقها، وبعد ما شنقها قطع رقبتها خالص وفصلها عن جسمها، وكانت اصغر بناته قريبة من امها وذبحها بنفس الطريقة. بنت من البنات حست بان في حاجة غريبة بتحصل في اوضة امها، ولما شافت اللي جرى اتصلت بالتليفون بحد من الجيران يلحقهم وقالت لهم الحقوا بابا ذبح ماما. الجيران حبوا ان هم ينقذوهم بس ما لحقوش، لان هو جري على اوضة البنات الباقية وذبحهم بالسكينة. 4 بنات، الكبيرة فيهم كان جوازها بعد اسبوع وامها مجهزاها من كل حاجة، وهو كان لسه خارج من السجن، وامها كانت هي بتزوره وبتراعيه وتراعي مصاريفه، وكمان جايبة امه عندها بتخدمها عشان ما يقعدوش لوحدهم وجوزها مش موجود. وده كان جزائها لما خرج من السجن، ده الشكر اللي كان واجب ان هو يقدمه لها على خدمتها لامه ومراعيتها ليه ولولاده وهو في السجن. ولما الجيران دخلوا لقوا رانيا وبنتها الصغيرين مذبوحين وراسهم مقطوعه من جسمهم، ولقوه جايب بنزين وكان هيولع في الجثث والبيت كله عشان ما يبانش ان هو قتل مراته وبناته. فعبد المولى هرب عند واحد من صحابه وتم القبض عليه وحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق. وال4 بنات منهم 2 في حالة حرجة وبنتين بدأوا يتعافوا. تفتكر اللي زي عبد المولى يستحق الحكم عليه بإيه؟ ولو دي أول مرة تشوف القناة عليك تشترك فيها وتعمل لك للفيديو وتخش على فيديوهات القناة، أكيد حاجات كتير هتعجبك.